دكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعب المغربي الجديد بصفوف نادي الزمالك صلاح مصدق. دكتور سالم مساء الورد. مساء الفل عليك يا ابراهيم بيه، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله في نعمه وفضل الحمد لله. طموحات صلاح بقى مع نادي الزمالك تتعدى الحدود ان شاء الله. يعني الولد بيوعد جمهور نادي الزمالك انه يحقق اقصى مجهود ويبذل اقصى مجهود انه يحقق بطولات ويرجع الزمالك للتشامبيونز ليج. صلاح جنبك يا دكتور سالم؟ هو بس مشغول مع نقدر نمسي عليه في بلده الثاني مصر؟ يعني خليها وقت تاني عشان هو مشغول. هو مشغول؟ ولا انت ما خدتش الموافقه فمش عايزين نعمل لك مشاكل؟ الله ينور على سعادتك. الله ينور على سعادتك. كلك فهم يا ابراهيم بيه. بس احنا اكننا ملوخيه مصري والدنيا تمام يعني 100 فل 17. اوعى بس الملوخيه تعمل له مشاكل. لا ما تقلقش عليه، ما تقلقش عليه. تكون التقليه زياده ولا حاجه تعمل للراجل مشاكل لسه ما دخلش. بس هو اكلهم المغربي برضه تمام زينا يعني مفيش مشاكل. لا هم اكل صحي، اكل صحي. هو هينزل التمرين امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله ينزل الجيم بكره عشان ويحضر المباراه مع الفريق ان شاء الله، نساند زمايله باذن الله بكره في ماتش الاسماعيلي، ربنا يوفق. تمام. والتمرين تاني يوم على طول باذن الله. يعني هو جاهز انه يدخل اول لقاء للزمالك من بعد ماتش الاسماعيلي بكره ان شاء الله. هو كان هيلعب ماتش الرجاء اليوم الاحد، كان نهضه الزمامره كانت هتقابل الرجاء يوم الاحد. تمام. واحنا خدناه من التمرين يعني. انا جايبين امبارح من التمرين على طول. تمام. دكتور سالم تحياتنا ليك وكل الشكر على هذه المداخله، وتحياتنا بالتاكيد لصلاح في بلده الثاني مصر. تألق اللاعبين المغاربه في مصر سره ايه؟ هل هو البيئه واحده، التأقلم؟ يا كابتن الناس دي لعبت تحت ضغط كبير. انت كل مباراه عندك 40,000 متفرج، 50,000 متفرج، الملعب مليان. فانت جاي تلعب في ضغط اقل. هو الضغط الجماهيري على الميديا بس. اما في الجماهير احنا شايفين المدرجات فاضيه. اساس الكوره الجماهير يا كابتن. انا معاك. يعني انت لما بتلعب الاهلي بيلعب الوداد ولا بيلعب الرجاء رعب. الجماهير عامله. احنا صحيح في النهائي بيبقى موجود جماهير كبيره وجماهيرنا عملاقه، ولكن احنا في البطوله ذات نفسها مفيش حضور جماهيري. انت لما تروح تلعب لاعب مثلا زي حمزه ده وياخد يدخل في ملعب زي محمد الخامس بجماهيره الكبيره، وهو ما لعبش اصلا تحت ضغط جماهيري، اكيد هيبقى فيه ارتباك. معاك. طيب توم ستيفن كان ليه تصريحات خاصه لينا في اون افريكا بيتكلم فيها عن المجموعه وكيفيه الاستعداد لبطوله الامم الافريقيه القادمه. نشوف توم ستيفن ده قال ايه ونرجع مع بعض مره ثانيه. كان شيئا لطيفا أن أكون موجودا في المغرب من أجل القرعة الأسبوع الماضي. أعتقد أن المغرب جاهزة لكأس الأمم الإفريقية. هي بلد رائعة جدا ولديها بنية أساسية لكرة القدم أو بنية تحتية لكرة القدم رائعة جدا. الحقيقة أن كل الاستادات والطرق والسكك الحديدية كل شيء كان رائعا. بالنسبة لنا في مالي نحن في نفس المجموعة مع المغرب وجزر القمر. ليست سهلة. افريقيا كلها الان اصبحت تلعب كرة قدم جيدة ولا يوجد فريق ضعيف. كل مباراة لابد من التركيز، لابد من الحرص. المغرب هي مرشحة للفوز بهذه البطولة. جزر القمر فريق جيد جدا حتى انهم يحتلون قمة مجموعاتهم في تصفيات كأس العالم، متقدمين على غانا. هذه المجموعة لن تكون سهلة أبدا، ولكن طموحنا كبير ونرغب في أن نتأهل إلى دور 16 أو أن نصل إلى دور قبل النهائي. لا يمكن أبدا أن نخشى من أي أحد. هذه مجموعة كلها منافسة، ولكننا نحن سعداء بهذه القرعة وسنمضي قدما. يعني كلام مهم جدا عن البطولة. فكرة ان هاخد من كلامه حتة حلوة قوي، ان ما بقاش في منتخب ضعيف في القارة الأفريقية. بقى كل المنتخبات تمتلك عناصر قوية وبتمتلك محترفين وعندهم طموح كبير جدا. الخريطة في القارة الأفريقية ككورة بتتطور وتتغير من وقت للتاني. لازم نغير ثقافتنا. ايه وجه الاختلاف ما بين الكرة في مصر والمغرب؟ كتير يا كابتن. كتير. انت خدت تنهيده يعني على رأي عبد الوهاب تنهيده. كتير. وانا كنت في مكالمه خاصه بيني وبين عبد الظاهر السقا، كابتن عبد الظاهر، وكنا بنتكلم في التطور اللي موجود في المغرب
وهو اعجب بالتطور السريع اللي موجود، فان شاء الله يكون خير. طيب هل في فرق ما بين التعاقدات في مصر وفي الدوري المغربي؟ ده انا هقول لك مفاجآت. قول. تخيل ان ما فيش محترف في المغرب تديله رقم كام، يعني تديله يعني في سقف للاجانب. تخيل امكانيات بركان، نهضه بركان، وكل سنه بيبقى في نهائي الكونفدراليه. الاكاديميات والناشئين بتطلع. احنا فين الناشئين بتاعت الاهلي؟ فين الزمالك؟ احنا بنشتري من البتروجيت، بنشتري من انبي، بنشتري فين القاعدتين القاعده الاكبر؟ ولكن لا، تخيل ان بن شرقي كان متعاقد مع الوداد، جاي من المغرب الفاسي بكام؟ بكام؟ $70,000. 70,000 دولار. يعني تعاقد، يعني سقف التعاقدات اكبر واحد كان $400,000. مفيش اجنبي بيجي اكتر من $150,000. مفيش مهاجم او مدافع او خط وسط بيجي يلعب في شوف الرقم قد ايه؟ $150,000. يعني كلام فاضي. طيب البعض بيقول ان صفقه بن شرقي وقدومه للاهلي دي بالبلدي كده سخنت اداره الزمالك ان هي تعمل صفقات. الشق الثاني من السؤال اللي رايك ايه في صفقه بن شرقي؟ صفقه عظيمه للنادي الاهلي. بن شرقي واحد من احسن اللعيبه المحترفين اللي جم مصر، ومن اكتر اللعيبه اللي جمهور الزمالك بيحبها، وجمهور الزمالك عمره ما ينسى بن شرقي ان هو راجل فضل قاعد لغايه اخر يوم في عقده بيقاتل وبيحارب ان هو يفوز ببطوله مع الزمالك. ومش معنى ان هو راح الاهلي ان يبقى في كراهيه ليه. لعيب مهم، برافو للنادي الاهلي، لان هو واحد من افضل اللعيبه، واحنا ما بنبصش ورانا، احنا بنبص للي جاي، ما بنبصش المنافس بيعمل ايه او المنافسين بيعملوا ايه، مركزين على احتياجاتنا فقط. التفاصيل الماديه الخاصه بالتعاقد مع صلاح مصدق كالتالي: الزمالك تم التعاقد مع المدافع المغربي ب $350,000، $350,000 350 لثلاث مواسم ونصف تم دفعها نادي النادي المغربي نهضه الزمامره عشان بتلخبط فيه. نهضه الزمامره تم دفع ليه $350,000. اللاعب بقى صلاح مصدق اخذ كام؟ اخذ $100,000 في الست شهور اللي هو نصف الموسم ده، $200,000 في اول موسم، $250,000 في ثاني موسم، $300,000 في ثالث موسم. هو لاعب بيجيد اللعب بقدمه اليمنى، من اللاعبين اللي ظهروا بشكل جيد. هو الفريق الحقيقه على مستوى الدفاعي نهضه الزمامره السنه دي عامل مسيره ايجابيه جدا، من الفرق اللي خط دفاعها قوي. طبعا من ضمن من تدخلوا في هذه الصفقه كابتن احمد حسام ميدو، الى جانب اللجنه الاستشاريه اللي شغاله على ابرام الصفقات في الدوري المصري ونادي الزمالك هذا الموسم. النهارده سعدت جدا لما لقيت حمزه عبد الكريم لاعب منتخب مصر 2008 اللي انت كنت بتابعه في المغرب على طول باستمرار، نزل النهارده في مباراه الاهلي وبتروجيت في اخر 5 دقائق، وده شيء جميل جدا لما نلاقي ولد اقل من 17 سنه يبقى موجود مع النادي الاهلي في مباراه رسميه. يا كابتن ما فيش حاجه اسمها 17 سنه. معاك 17 16 سنه. المغرب، انا اكلمك عن المغرب، اكتريه الوداد خد 2017 من الاهلي، وهو ست لعيبه او 7 لعيبه كانوا 19 سنه 18 سنه. يعني داري دي كان بيلعب، داري كان بيلعب هو عنده 19 سنه قدام الاهلي في 2017. فده مش جديد على الكوره، بالعكس ده هو دي المفروض اللي يتعمل. فكره المدرب تغير ترى نظرتها الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، ما عادش يسمح لمدرب لازم تكون لاعب دولي سابق لعبت كوره معناته تولي مدرب. لا لا لا، انت لازم تصور، انت الكاف برو لازم فيها امتحانات حقيقيه. نمشي معك لاخر جزئيه. الدول اللي تحترم في نفسها واللي عندها مستقبل، فكر في مستقبل كرة القدم الحقيقي، اشتغلت على القصة هذه من فترة. شفنا في 22 بعد كأس العالم لو تتذكر أول دورة حقيقية الكاف برو قيمت في مراكش في المغرب، واللي كانوا فيها 24 مدرب من أفريقيا، شارك فيها موسيماني أيضا، يا سلام عليك، مدرب جنوب أفريقيا. يا سلام عليك، برافو. هذه أول دورة حقيقية الكاف برو شارك فيها 24 مدرب. كان تصور كان في قداش واحد مغربي، 11 مدرب مغربي. وليد الركراكي، طارق السكتيوي، عموته، جمال السلامي، عبد الاله صابر، بادو زاكي، اللي نرجعوا نشوف الاعمار السنيه كبيره. هذه الاسماء كلها
بيترو موسيماني، اليو سيسي مدرب السنغال. يعني اليوم جهزوا نفسهم حقيقه، وانت باش توصل لمرحله انك انت تدير دوره في بلادك لازم تخدم عليها سنتين قبلها. شوف المغرب شندارت نمشي معك لاخر حاجه، عرفت خذت وقت بس نمشي معك لاخر حاجه. المغرب بعد ما دارت الدوره هي جت في ال 24 قالت انا مازال عندي كميه مدربين، وقالت عندي مدربين يعيشوا برا، دارت تصور دوره بين لاعبيها اللي يعيشوا برا اصلا من اصول مغربيه وبين المغربيين، ولازم يكون من المسؤول عليها اليوم؟ ارسن فينجر لازم يكون موجود، وجاء فيها ارسن فينجر. وين نحن من هذا كله؟ وين هذا نعتبره انجاز. لما يقول لي الاتحاد الليبي لكره القدم درت انجاز حقيقي اني جهزت 20 او 23 او 25 مدرب عندهم الكافرو حتى على مستوى احتراف المدربين في المستقبل، وحاجه بعيده باي ذا واي. مراد انت لما نتكلموا احنا على المنتخب الاول، المنتخب الاول مشروع دوله ديما نقول فيها. انت تشوف المغرب الان يتبع الدوله تقول لك اين المشروع؟ ما فيش حد جاب لي مشروع واضح اليوم للمنتخبات. في مشاريع مراد، في مشروع، ولكن انت كيف بيجي من اتحاد الكره للدوله؟ بيجي عن طريق الانديه. اذا ما درنا شيء، اذا رئيس اتحاد الكره قعد كصوره فقط، البقيه الانديه هي اللي بتحط لنا المشروع. الاتحاد الليبي لكرة القدم لابد ان يعمل بقوه في وجوده داخل اروه الكاف، حتى بالتعاون مع دول الجوار. تعرف انت المغرب الان عندها نفوذ كبيره وقوه كبيره، وبالتالي نستطيع يعني بالتعاون مع هذه الدول ان تكون عندنا كلمه قويه، ونستطيع من خلالها تنظيم هذه البطولات تحت 17 تحت 20. لكن اليوم حتى اللاعبين القدامى، لاعبين الدوليين النجوم السابقين، ما لقوش نفسهم في هذه الفوضى لعدة اعتبارات. أولها يتمثل في جانب التطوير والتأهيل وتقديم الرخص. جانب آخر مهم، اللاعب اللي يعتزل يقولوا له تفضل شد البراعم والناشئين وعلمهم كيف يباصوا في الكورة، رغم أن هذا تخصص، وربما القيمة الفكرية لهذا اللاعب اللي يواكب مدربين يعني كبار على مستوى كورتنا مروا من ليبيا ما قدروش يخوضوا غمار التدريب. لاعب لابد ان نتخلص منه كون اللاعب دولي سابق، لعب في المنتخب او لعب في النادي وكان لي اسم وكذا. الكره الان والتدريب اصبحت التدريب، لابد على اللاعبين القدامى اللي تحكي عليهم انت او حتى النجوم الان، لابد بصراحه يواكبوا التطور الرهيب اللي موجود الان في عالم التدريب. السنوات الاخيره المدرب الوطني اصبح يتقاضى في مرتب محترم في الدوري الليبي، وبالتالي ما سمعناش او شفنا اي مدرب محلي امشي على حسابه الخاص في دوره متقدمه لتاهيل نفسه لمواكبه التطور الرهيب اللي في مجال التدريب. انا بعطيك نقطه معينه. في المغرب نور الدين النبت اللاعب الدولي اللي ختم مسيرته في توتنهام الانجليزي، لما جاي بيدرب منتخب المغرب تحت 18 سنه مشي اهل نفسه خديت دورات متقدمه في اسبانيا وفي ايطاليا وفي بريطانيا، وبالتالي تحصل ايضا على الرخصه الكاف الاي. قصه اللاعب الدولي السابق لابد نتخلص منها كلاعبين دوليين سابقين. طور نفسك الان، ما تعتمدش. صحيح الاتحاد الليبي لكره القدم مقصر في جانب الدورات المتخصصه بالكاف، ما عندناش نفوذ زي ما قال عادل ورمزي في الاتحاد الدولي وايضا في الكاف باش نقدروا نجيبوا الدورات لليبيا، ولكن يجب ان نتخلص من قصه لاعب دولي سابق. ليبيا دوله مهمشه، ليبيا ما يبوش يعطوا لها دورات، ما يبوش يبعثوا لها محاضرين، لكن اتضح من خلال السرد اللي انت قلته، لا احنا نعرفوا نكتبوا لا نقروا، شكلنا يعني غير سيء جدا قدام العالم. صحيح اخي مؤيد، يعني كلامك مزبوط. يعني انا واحد من الناس يعني كنت يعني فتره كلها كنت ننتظر ان كان في وعود حتى ما نقولوش نحن من تحت نقول احنا خلف الكواليس، لكن هذه الوعود يعني طال الزمن تاعها وما كانش في شيء ملموس، ما كانش في شيء واقعي. ونسمعوا في المغرب في نفس القاره انهم هم يتحصلوا حتى على البرو. يعني اليوم في براند كبير اسمه المنتخب الوطني نقدر نستفيد منه اكبر استفاده. نشوف الاتحاد المغربي الناس تشتغل. انا نكره كلمه بالنسبه لي اصبحت مزعجه واصبحت صراحه ما عادش نقدروا نقبلوها، فكره الاجواء مش مناسبه، الظروف مش توه، قله الدعم، باي امتى بنوصلوا لمرحله ناميبيا تمشي لكاس افريقيا ما عندهاش 5 جنيه يا رمزي سامحني. ليبيا دوله نفطيه بالضبط، ليبيا عندها مدرب نصرفوا عليه مليون ونص. ناميبيا تمشي كاس افريقيا تبيع في ثاني حاجه عندنا شركه ليبيا والمدار، وعندنا الشركات النفطيه.
في النهايه بكري يديروا صندوق كيف صندوق الزكاه، يعدوا من كل نادي، والله العظيم والله كل نادي يعدي ياخذ منه قيمه معينه، انت تصرف في ملايين في غوط الباطل على لاعبين تشبه لاعبين محترفين، عاد تاخذ منهم نسبه، والنسبه هذه خاصه للمنتخب في اي استحقاق في السنوات القادمه. باش تقنعني ان اليوم كلهم عندهم الامكانيات والقدرات يمشوا لكاس اثيوبيا، ماشي كاس افريقيا، ناميبيا، افريقيا الوسطى، الناس هل هي عندها الملايين في كاسه نتاع الاتحاد الاهلي نتاعها؟ طبعا لا. نحن تعاقدنا السنه الماضيه مع ميتشو، وكان التعاقد تاعها خاطئ من جميع النواحي، سواء فنيا سواء تكتيكيا، من جميع النواحي كنا خاطئين، وما باش نخطئوا نفس الخطا، لان ميتشو ما قدم لنا شيء من جميع النواحي، وسبق ان ذكرنا يا مراد في حلقات سابقه على الموضوع هذا بالذات، لان ميتشو جاء يعني نحن بالدارجه وبالليبي نضحك على الليبيين وما قدم لنا شيء، واللي يتحمل المسؤوليه اولا واخيرا هم الناس اللي جابوه وتعاقدوا معاه، وانا نعرف الناس اللي جابوه وتعاقدوا معاه، يعني نحن نقولوا يعني بززوا فيه وضربوا فيه النسبه وتوكل على الله، لا فيه لا رقيب ولا حسيب. انا ما اتمناش، ما تقولش رمزي متشام، انا ما اتمناش ان نحن نترشح لكاس العالم، لان كاس العالم ما عندناش كيف نقابل يا مراد، نلعب على منتخبات قويه كيف المغرب، هاي نتائج كارثيه، فنحن يعني انا نقول لك وجهه نظري للكاس افريقيا 2026. كابتن فيصل، اعتقد ان الكباتن تكلموا على شقين، شق يتعلق بالتنظيم، وشق ركز عليه الكابتن فيصل متعلق بالامور الفنيه. انا نبي منك توصيات نهائيه، شن هي المعايير اللي من المفترض توفيرها للاعبين المحليين او اللاعبين المحترفين في تجربه المغرب؟ لاعب دولي لابد ان يخوض اكثر من 30-40 مباراه دوليه. شفنا تجربه السعوديه واللي هي كانت قاسيه، ونضر منها احد نجوم كره القدم الليبيه اللي هو مؤيد اللافي، بأن اللاعب المحترف لازم يكون تصنيفه من بين الدول ال30 الأوائل على مستوى العالم. هذه الدول مؤيد اللي تحرص على تطور كرة القدم في بلادها، بالتالي تضع معايير قوية وتضع شروط، ولا تسمح بأي لاعب محترف عادي جدا أقل من اللاعب المحلي أن يلعب في دوري محترف في تلك الدول. الاتحاد الليبي لكرة القدم الجديد عليه أن يضع شروط قوية ومعايير بالاتفاق مع الأندية. دائما نتكلموا عن الأندية لأن الأندية هي المنظومة الأقوى هي الحلقة الأقوى في المنظومة الرياضية، حتى نضمن أن يكون لاعب المحترف اللي يجي لدورينا يقدم الإضافة ويكون لاعب على مستوى عالي. أنت رأوا الأموال اللي تدفع الآن قياسا بالأداء تاع اللاعبين المحترفين، رأوا أموال ضخمة.